منيو أكلات الأسبوع بميزانية يومية وميزانية أسبوعية زي ما احنا متعودين، شامل كمان فطار المدارس والخزين والمنظفات، زائد كمان إن أنا هقولك إزاي توفري منه لخزين رمضان 2023. كل ده هنشوفه مع بعض داخل الفيديو، بس قبل أي حاجة لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. تاني حاجة بقى، لو انت لسه جديدة في القناة وشايفة ان القناة مفيدة بالنسبة لك، فضلا وليس امرا تدعميني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاول هنعمل فيه مكرونه وكبده، هتكلفني من 42 جنيه ل 52 جنيه. 42 جنيه لو انا جبت الكبده مستورده، و52 جنيه لو انا جبت الكبده بلدي من بتاعه وزاره الزراعه زي ما انا بجيبها على طول، او زي ما انا قلت لكم المحل اللي انا بتعامل معاه على طول. وهنشوفها ان شاء الله في المشتريات عامله كام بالظبط. طيب هنجيب كيس مكرونه في حدود ال6 جنيه، هنجيب ب5 جنيه طماطم، ب5 جنيه فلفل، ب25 جنيه كبده لو الكيلو مثلا ب100 جنيه. لو الكيلو عندك ب80 جنيه زي ما هو لسه عندي هنا، هيبقى الربع كيلو ب20 جنيه. طب لو الكيلو ازيد من 80 مثلا ب90، هيبقى الربع كيلو ب22 جنيه ونص. فانا حاطط لك هنا بالزياده، والفرق الاسعار دي ممكن تحطي على حاجه تانية، ممكن تزودي بيها المكرونه، تزودي بيها الطماطم، تزودي بيها اسعار حاجه تانية. اما لو انا هجيبها من المحل دوت، فهيبقى ربع كيلو كبده ب35 جنيه، يبقى التكلفه معايا 52 جنيه. اليوم التاني هنعمل فيه مسقعه، هجيب ب10 جنيه طماطم، قصدي ب5 جنيه طماطم، ب10 جنيه بطاطس، ب5 جنيه بتنجان، ب5 جنيه فلفل، ادي كده 10 15 20 25 جنيه. هيكلف معايا كده 25 جنيه. اليوم التالت هنعمل سمك، هيكلفني 73 جنيه. هجيب كيلو رز من 16 ل 17 جنيه، هجيب كيلو سمك من حوالي 45 ل 50 جنيه. تمام. وهجيب ب5 جنيه طماطم وبجنيه خضره عشان اعمل سلطه. تمام. هيبقى السلطه بتاعتي عباره عن خضره وطماطم وبصل، ولو عندي فلفل في البيت وايه، وشكرا على كده. طيب اليوم الرابع والخامس هنعمل فاصوليا خضراء ودبابيس او اجنحه. تمام. هيكلفني من 105 ونص ل 85 جنيه ونص. طيب هنجيب كيلو فاصوليا خضراء ب15 جنيه، هنجيب كيلو ونص من الرز، سعر الكيلو مثلا 16 جنيه، 17 جنيه، يعني مثلا هيبقى عامل 16 17 جنيه، ومعايا 8 ونص، هيبقى عامل معايا حوالي 25 جنيه ونص. تمام. وهنجيب كيس شعريه ب6 جنيه، وهنجيب ب5 جنيه طماطم. طيب لو هعملها بالاجنحه، يبقى اجيب كيلو اجنحه انا عندي لغايه دلوقتي ب30، يعني يوم ما هيزيد هيكون 35 جنيه او 40 جنيه حسب الاسعار، فممكن يزيد المبلغ ده 10 جنيه ولا حاجه. طيب هيكلفني 105 او 85 جنيه. طب لو انا عايزه اجيبها اجنحه والاجنحه عندي مثلا ب40 جنيه، يبقى هيكلفك معاكي 95 جنيه. وهنعمل الاكله دي على يومين. اليوم السادس هنعمل قرنبيط وبطاطس بالكمون وفلفل بالصلصه. قرنبيط هنعمله مقلي، البطاطس بالكمون بنقطعها صوابع زي البطاطس اللي احنا هنحمرها بالظبط، وبنكون فارمين توم وكمون وملح، بنلخبطها كلهم مع بعضهم، بنقلبها كويس جدا مع البطاطس، وبنحط شويه من الزيت وشويه من الميه ونحطهم على النار هاديه لغايه لما يستووا، وبندخلهم الفرن تاخد وش، وتبقى معايا احلى صينيه بطاطس بالكمون. تمام. الفلفل بالصلصه طبعا كلنا عارفينه، بنعمل ايه، صلصه بالثوم كده ونحط عليها الفلفل المقلي، بتبقى معانا فلفل بالصلصه. هيكلفني كام؟ هيكلفني 32 جنيه، ب10 جنيه قرنبيط، ب5 جنيه بطاطس، ادي كده 15 جنيه، ب5 جنيه فلفل، ادي كده كام؟ 15، ادي كده 20 جنيه. 20 جنيه وب5 جنيه طماطم، ادي كده 25 جنيه. ب5 جنيه بيض عشان اعمل بيه الكرنبيط، ادي كده 30 جنيه، و2 جنيه خضره، ادي كده 32 جنيه. اليوم السابع بقى هنعمل شوربه عدس، هتكلفني 23 جنيه. هجيب مثلا ب8 جنيه عدس، ب5 جنيه جزر، تمام، ادي كده 13 جنيه. ب5 جنيه بصل اخضر، ادي كده 13 و5 18 جنيه. وب5 جنيه طماطم، ادي كده 23 جنيه. وهنحط مثلا بطاطسايه من يعني من اي حاجه فاضله عندنا في البيت. طيب هيكلف معايا الاسبوع من 280 جنيه ل 310 جنيه حسب فرق الاسعار. الفطار هنحط له ب25 جنيه عيش فينو، تمام، بحدود ال5 جنيه كل يوم في ال5 ايام. ب25 جنيه يا اما جبنه قريش يا اما نجيب علبه جبنه. ب20 جنيه بيفي، ب20 جنيه حلاوه، ب5 جنيه خيار، ب20 جنيه فاكهه، ب20 جنيه فول وهندمسه في البيت نص كيلو بالحاجه بتاعته، ب10 جنيه فلافل بالخضره بتاعتها برده وندمسها في الفول، ب10 جنيه بطاطس، ب16 جنيه لبن. هيبقى الفطار بس عامل معايا 171 جنيه.
طب لو حبيت اجيب خزين للبيت زي مثلا توم، بصل، مثلا دقيق، عطاره، حاطط له مثلا في حدود ال 70 جنيه. والمنظفات شوف ايه اللي ناقص عندي وحطينا لها مثلا في حدود ال 50 جنيه. هيبقى الميزانيه عامله معايا من 601 ل 571 جنيه حسب فرق الاسعار. طب ايه اللي ممكن نجيبه ب 70 جنيه الخزين يا سمر؟ ممكن نجيب مثلا ب5 جنيه بصل، ب5 جنيه توم، ب8 جنيه دقيق نص كيلو، ب20 جنيه عطاره الحاجه الناقصه اللي عندنا. ازازه خل لو انا ما عنديش خل، ب10 جنيه سمنه يعني ربع كيلو من السمنه. تمام، نطبخ بيها. لو احنا لاحظنا المنيو بتاعنا كله حاجات هتتعمل بالزيت ما عدا طبخه واحده بس اللي احنا هنحط فيها السمنه. وممكن كمان شوربه العدس نعملها بسمنه او بزيت. تمام، هنجيب هنا ب5 جنيه ليمون، ب8 جنيه ملح ومرقه، ادي كده ال70 جنيه بالظبط. والله عندي بصل، تمام، ممكن ازود في السمنه. عندي مثلا توم، تمام، ممكن برضه ازود في السمنه. والله عندي بصل وعندي توم وعندي سمنه وعندي خل، يبقى الاربع حاجات دول هاخدها سعرهم كده على جنب واجيب بيهم حاجات تنفعني في رمضان. يعني مثلا لو قلنا هنا ادي 10 جنيه وادي هنا 19، ادي كده معايا 29 جنيه. اقدر اجيب بيهم ايه يا سمر؟ اقدر اجيب بيهم كيلو من الرز، تمام، واقدر اجيب بيهم اي حاجه، مثلا مرقه دجاج واشيلهم على جنب. يعني مثلا لو جبنا كيلو رز ب 17 جنيه، تمام، ادي كده من 29 هيتبقى معايا كام؟ هيتبقى معايا 12 جنيه. 12 جنيه دول ممكن اجيب بيهم ايه؟ ممكن اجيب مثلا ربع عدس اصفر واركنه رمضان، على مثلا ربع عدس بجبه واركنهم هما الاثنين رمضان، او اجيب مثلا حاجه للعطاره واركنها رمضان، او اجيب مثلا مرقه، او اجيب بيهم او اجيب مثلا بيهم خضار واخزنه رمضان، مثلا اجيب بيهم جوافه وافرزها. يبقى همشي مثلا اموري واشوف ايه اللي انا عايزاه، افكار كتيره قوي بمبلغ قليل ممكن ان انا اشيل بيه حاجات لرمضان. طيب المنظفات 50 جنيه، وعملت معاكم في فيديو المشتريات اللي فات ووريتكم انا جايبه ايه بحدود ال50 جنيه لمنظفات الاسبوع. تمام، وكمان هتقعد معايا لاكتر من اسبوع. يعني ممكن اجيب مثلا كيلو من المسحوق السايب ب 12 جنيه مع كيس فانيش ب 8 جنيه، ادي كده 20 جنيه يقعدوا معايا. تمام، حوالي اكتر من اسبوع، ممكن يقعد معايا ل 15 يوم. تمام تمام. انا لسه لغايه دلوقتي معايا المسحوق بتاع الايه الاسبوع اللي فات. ممكن اجيب ب4 جنيه صابون سايل مع كيس اوكسي بجنيه. تمام، ادي كده 5 جنيه ومعايا 20، ادي كده 25 جنيه. هيتبقى معايا 25 جنيه تانيين. ممكن اجيب سلك، ممكن اجيب صابونه وش، ممكن اجيب من كل حاجه سايبه زي الكلور الالوان، الكلور الابيض، البرسيل الجل، الدوني، الديتول، كل حاجه ممكن اجيب منها نص لتر، فهتكفي معايا باذن الله. طيب، ما عندي والله منظفات، عندي مثلا حاجات تكفيني الاسبوع ده، مش محتاجه منظفات، هبدا ان انا اخد الباقي من المنظفات ديت برضو اجيب بيها حاجات تنفعني في خزين رمضان. ايه اللي ممكن نجيبه؟ ممكن اجيب كيس فانيش واركنه على جنب، ممكن اجيب صابونه وش واركنها على جنب، ممكن اجيب الصابون الاوكسي دوت اللي هو بجنيه لو انا هستخدمه، تمام، على طول اجيب منه مثلا 5 6 واركنهم على جنب لرمضان. ممكن اجيب ربع سلك عادي واحطه في كيس يكون بلاستيك وممكن يكون محكوم عشان ما يخشلوش رطوبه واركنه رمضان. ممكن اجيب مسحوق واركنه رمضان. ففي افكار كتيره قوي ان احنا نخطف منها حاجات ونخزن منها لرمضان. طيب كده ادي كده دي حاجتين. طيب والله انا عملت جرد المحتويات البيت عندي يا سمر ولقيت عندي عدس، تمام، فحق العدس ممكن اجيب بيه عدس تاني واشيله رمضان. والله انا عندي شعريه من الاسبوع اللي فات مش محتاجه اجيب شعريه، يبقى حق الشعريه هنا في الحاجات بتاعه المنيو الاسبوع اجيب بيها واحطها في رمضان. والله انا عندي حاجات ارخص من عندك شويه واقدر اوفر من ال 601 او ال 571 دول مثلا 20 جنيه، اقدر اجيب بيهم حاجات لرمضان. عندي فول مثلا مدمساه من الاسبوع اللي فات ولسه ما خلصش، او فلافل، اخد ال 30 جنيه دول اجيب بيهم حاجات لرمضان. فاصبح انت بتعملي الاول جرد المحتويات البيت عندك وبتعملي المنيو عندك، تمام، وبتشوفي ايه المتاح اللي عندك من الحاجات اللي انت عملت لها جرد المحتويات البيت، تقدري ان انت توظفيها في اكله من الاكلات ديت وبسعرها بتقدري تجيبي حاجات وتشيليها لرمضان. تمام، ويبقى عندك كده خير كتير. طلبتوا مني ان انا انزل لكم الحاجات اللي انا شلتها رمضان عملي، باذن الله هتكون معانا الاسبوع ده. هبدا ان انا هصورها النهارده باذن الله، وفي حاجات النهارده هنزل اشتريها من مشتريات الاسبوع بتاع الاسبوع ده، وهبدا اقول لكم ايه اللي انا شلته رمضان بالظبط باذن الله. وهكون متابعاكم خطوه بخطوه. هنبدا نعمل مع بعض كرتونه الخزين وكرتونه المنظفات بحيث ان احنا نخش رمضان مرتاحين، وارتفاع الاسعار ما يكونش ضاغط علينا وعلى الميزانيه بتاعتنا. كده انا خلصت معاكم المنيو بتاع النهارده. يا رب يكون منيو بسيط وخفيف عليكم ويكون مفيد بالنسبه لكم. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.